سلام يا حلوين. النهارده انا جاي اقول لكم ايه الفرق ما بين الرسام والفنان وايه هي حقوق الملكيه الفكريه زي ما انا فاهماها. يلا بينا. الرسام عنده المهاره او اتعلم المهاره ازاي يرسم، بيعرف يرسم وبس. الفنان عنده المهاره بتاعت الرسام لكن بيزيد عليها انه بيعرف يستغل المهاره دي علشان يعبر عن نفسه، عن مشاعره، عن انفعالاته، عن تفاعله مع المحيط بتاعه، مع القضايا اللي تشغل رايه وتفكيره. وده بيستلزم كمان انه يكون مثقف. وغالبا مع الوقت ومع الممارسة بتاعته الفنان بيبقى له اسلوبه، بيبقى له الشخصية الفنية بتاعته حتى من غير ما يعرف، من غير ما يحس. بعد كده حقوق الملكية الفكرية. حقوق الملكية الفكرية فيما يخص الفن هي المنتج الفكري بتاعه، المنتج الفعلي بتاعه. يعني لو كرسام اللوحة بتاعته دي ملكية فكرية ليه. طيب لو باعها او لو اهداها لاي حد تاني، هي لو باعها او اهداها من حد تاني هي كاوبجكت بقت ملك لحد تاني، لكن الملكيه الفكريه بتاعتها لا زالت بتاعه. يعني ما ينفعش اللي بيشتريها او اللي بياخدها كهديه انه يضرب فيها فرشه مثلا، يعني او انه يحط لو منحوته انه يضرب فيها اي حاجه او يعدل عليها، لان هي ملكيه فكريه للي عملها من الاول، هي فيها مشاعره. فانت لو مش مقدر مشاعره ما تاخدهاش يا عم، في ايه؟ ما تشتريهاش. لكن مش من حقك تعدل عليها، مش من حقك كمان ان انت تستنسخها بهدف البيع او انك تدعي ان هي دي فكرتك. يعني حتى لما بيجوا يعملوا ريبليكا بتتقال ان دي ريبليكا للدراسه، ريبليكا اللي هي نسخ صور او لوح الفنانين المشاهير بهدف الدراسه او حتى بهدف البيع التجاري. وده بيبقى تبع لبعض المتاحف للفنانين يعني زي ليوناردو دافنشي ومايكل انجلو والناس دي. في ناس بتعمل استنساخ من الحاجات بتاعتهم، بس ده بيبقى التصريح من المتحف وبيبقى هدفه التجاري ان انت تاخده كسوفينير من المتحف برضو، من اللي هي الشوبس اللي هي خاصه بالمتاحف. واحنا عندنا هنا مثلا في مصر المتاحف المصريه بيبقى فيه ريبليكا للاثار الفرعونيه، المنحوتات، بيبقى حاجات زي كده دي معروضه للسياح انهم يشتروها. دي ريبليكا، دي قانونيه. لو انت بتتعلم تقدر تتعلم، بس ما تقدرش ان انت تقول دي لوحتي، انت بتتعلم فيها. لكن الملكيه الفكريه يعني معناها ان انت سواء كنت بتعمل لوحه ريبريزنتيف او ابستراكت او ايا ما كان نوع اللوحه، رياليزم او اي حاجه، حضرتك لازم تعمل التصميم بتاعك، لازم تكون المكونات والفكره والاحساس كل حاجه بتاعتك، ما بتقلتهاش. فغالبا مثلا لو بنعمل لوحه زي اللي انا بعرضها هنا دي، اللوحه المفروض ان هي صوره فرح واحده صاحبتي. لو انا مش واخده صوره الفرح بنفسي لازم اغير في التصميم، لازم اعمل حاجه علشان تبقى لوحه اخدها بتاعتي. مش بس الكروبنج، مش بس التقطيع، لازم تغير حاجه في التصميم بتاع اللوحه، تدخل احساسك فيها، تعيش جواها، تطلعها من الاطار بتاع انها صوره فوتوغرافيا او الصوره اللي هي خاصه بيها، الا لو انا واخده اذنها بقى. يعني دي حاجه هي اساسا اللوحه دي هديه، فهي كده كده رايحه لها يعني. بس برضو انا مغيره حاجات في التصميم بتاع اللوحه علشان اخد اللوحه انها تبقى بتاعتي، تبقى ملكيتي الفكريه، مش مجرد ان انا بتعلم رسم فيها او ان انا برسم فيها او بعمل حاجه زي فيها. فدي حقوق ملكيه فكريه. طب لو حد بينسخ وبيدعي ان اللوحه دي بتاعته، دي سرقه، دي حرفيا سرقه ملاش اسم تاني. واقذر السرقات ان انت تسرق دماغ غيرك. يعني لو احنا بنتكلم حد سرق رغيف عيش عشان جعان، ليه مبرر وممكن ان احنا نساعده ندفع ثمن رغيف العيش لو شفنا حاجه زي كده، مفيش مشكله بتي. لكن انك تسرق دماغ غيرك، ايه مبررك؟ يعني ايه الفكره؟ لو انت عاجز ان انت تعمل ده، دور على الشيء اللي انت تقدر تعمله وما تسرقش دماغ غيرك، ما تسرقش مشاعر غيرك. اولا مش هتبقى معدومه الاحساس، مش هتبقى ليها معنى، ما فيهاش رساله، لان الحرامي مش هيفهم كل الكلام ده. انا وانا برسم بمسك الفرشه، ببدا ببدا اعمل التكوين بتاعي. اولا انا ما بمسكش الفرشه وارسم كده على طول، انا ببقى عندي سكتشات تانية، سكتشات عامله فيها التصميم، عامله فيها انا هعمل ايه، هغير في ايه، هحط ايه. فكل الكلام ده بيبقى في دراسه بتتعمل لكل لوحه. الفنان ما بيعملهاش كده من فراغ، بيبقى في سكتشات دراسه للتصميم بتاعه، فما بتبقاش جايه كده. حتى الابستراكت على فكره، حتى الابستراكت عشان تطلع بعد كده تبقى لوحه بيبقى في تجارب تانية، سكتشات للابستراكت، مش مجرد ضربات الوان يعني. فانت بتاخد كل المجهود ده وتنسبه لنفسك، مش شيء لطيف ابدا يعني. ويعني ده اللي انا فاهماه. ولو انتوا عندكم حاجه تصلحوا لي بيها مفهومي او عندكم تعريفات تانية اكتبوها لي في الكومنت. والسلام.